أن تكون النسبة. أنا أريد أسألك هنا سؤال عن الجزائر والمغرب على اعتبار أنهما الأبعد في المساحة الجغرافية وأيضا في خطوط الطول والعرض، وأنت ذكرت أن عملية الولادة هي عملية عالمية تتم في لحظة واحدة بالنسبة للقمر. هل يمكن للدول التي تبعد عن الدول التي تقع في قلب العالم الإسلامي مثل أو قلب العالم العربي مثل السعودية ومصر وهذه الدول أن تتوافق معها ولا يكون معها خلاف في اليوم، على اعتبار أن توحيد المطالع أم أن أيضا هذه نقطة خلافية؟ هلا شو اختلاف المطالع هي حقيقة لا يمكن إنكارها. يعني رؤية الهلال دائما تتحسن كلما اتجهنا إلى الغرب، فمن الطبيعي جدا أن يتحرى الهلال في السعودية ومصر مثلا ولا تراه لا السعودية ولا مصر، ولكن عندما نتجه إلى الغرب إلى المغرب مثلا تصبح الرؤية ممكنة وبالتالي يراه المغرب. المغرب متقدمة كثير في عملية رؤية الهلال ولديها نوع من المراصد المميزة وهناك مشاركات تتم على نطاق واسع وليس مجرد شخص يجي يحلف وياخد بيشته وشوية فلوس ويقول أنا شفت الهلال. احنا لا، حتى ما انسى النقطة حتى نكون صادقين ولا نظلم أحد. السعودية لا تقدم مكافآت مالية لمن يشهد برؤية الهلال. أنا ما جبتش سيرة السعودية. لا قيل المشكلة لابد أن نشخص المشكلة الحقيقية. ما هي مشكلتنا؟ ما هو سبب هذه الإشكالات التي تحدث؟ نحن ليست مشكلتنا أننا لا نستطيع رؤية الهلال، نحن ليست مشكلتنا أن القمر موجود ونحن غير قادرين على رؤيته وبالتالي يجب أن نطلق قمر صناعي إلى الفضاء حتى يراه، أو نحن بحاجة إلى اختراع منظار حتى نراه. المشكلة الحقيقية أن هناك أناس يرون القمر وهو غير موجود. هذه هي المشكلة. يرون ما وراء الحجب. نعم بلا حدود. فنحن مشكلتنا يعني الحل بكل تأكيد لن يكون بإطلاق قمر صناعي. هناك من سيرى القمر قبل القمر الصناعي، ليس باختراع منظار. هناك من سيرى القمر قبل المنظار. الحل في رأيي قد يكون أولا بالاقتداء بالمثال المغربي. المغرب هي أفضل دولة عربية إسلامية على الإطلاق بتحديد بدايات الأشهر الهجرية. كيف باختصار المغرب ترصد الهلال من ما يزيد عن 200 موقع داخل المملكة المغربية من متخصصين، من لجان رسمية. نعم هذه النقطة المهمة. أولا 200 موقع ولكن ليسوا من أناس عاديين، هم أناس متخصصين. يعني متخصصين. كل دولة تستطيع أن تفعل هذا. نعم طبعا. فلو كان الرصد جماعي وقبلت الشهادة من قبل اللجان المشكلة من قبل الدولة لحلت المشكلة. نحن يعني على الرغم من أننا فلكيين قد نقبل بهذا الحل ولا نريد كل الحسابات الفلكية. يا أخي شكل لجان موزعة على مختلف مناطق المملكة ولا تقبل شهادة الفرادى. مشكلتنا التي تحدث أن شهادة أشخاص عاديين منفردين تقبل. طب هذا الشخص يا أخي ربما متوهم، ربما رأى كوكب اعتقد أفتي بها. ولكن أنا أشخص الواقع، أنا أشرح أن هناك مشكلة. وبالمناسبة يعني ترى يعني ظهر من كلامنا في أكثر من مناسبة أن المشكلة فقط في السعودية. لا هي ليست في السعودية فقط، وإنما نركز أحيانا عليها لأننا نعلم أنها قبلة المسلمين الأولى. نعلم أن إعلان المملكة العربية السعودية ستتبعه دول وملايين، ولذلك أحيانا نركز. ولكن بالمناسبة لا، المشكلة موجودة في بقية العالم، معظم دول العالم الإسلامي. بالمناسبة هذه الأخطاء التي ذكرتها للمملكة هي تقريبا نفسها لمعظم دول العالم العربي والإسلامي. ربما مصر ستكون أفضل بقليل، الجزائر ربما تكون أفضل بقليل، الأردن ودول الخليج باستثناء سلطنة عمان ستكون تقريبا متطابقة. ربما أستثني فقط من دول العالم العربي فقط سلطنة عمان والمملكة المغربية. أذكر في إحدى المرات قمنا بتقييم نسب الخطأ في المملكة المغربية منذ عام 84 لعام حوالي 2007 لم نجد خطأ واحد. هذا هو بيت القصيد كما يقولون. ما الذي يجعل هذا البلد دون غيره تخف فيه الأخطاء وتنتصر فيه الأشياء الصحيحة؟ ما الذي يجعل أنت فلكي؟ سؤال ممتاز. نعم. سؤال جميل. نعم نحن عندنا تجربتان الآن في العالم العربي لابد الإشادة بهما، تجربة سلطنة عمان وتجربة المملكة المغربية. هاتان الدولتان إذا أحصينا أو يعني أجرينا نسبة للخطأ فيهما أعتقد ستكون صفر، إن لم تكن يعني قريبة من الصفر ستكون صفر. الحقيقة المغرب وسلطنة عمان اعتمدت منهجين مختلفين ولكن بالنهاية أديا إلى نتيجة واحدة وهي البداية الصحيحة. أما في المغرب فهناك أكثر من 200 لجنة رسمية متخصصة لرصد الهلال، ولا تقبل الشهادة إلا من قبل هذه اللجان فقط، وهذه اللجان مدربة ويشارك فيها الجيش، وهناك اهتمام كبير بعملية تحري الهلال. هذه الطريقة الأولى، لجان رسمية مدربة معتمدة تابعة للدولة هي من تقوم بتحري الهلال.
من إذا شخص أراد أن يتحرى أهلا وسهلا ينضم لإحدى هذه اللجان. هذه هي التجربة المغربية، وأدت إلى نسبة أخطاء تكاد تصل إلى الصفر. التجربة العمانية إذا أردنا النظر لها هي استفادت أكثر من علم الفلك، تدعو عامة الناس لتحري الهلال، لكن إذا جاءها من يشهد برؤية الهلال وكانت الحسابات تؤكد أو كان العلم بشكل عام والفلك بشكل عام يقول أن هذه الرؤية غير ممكنة حتى وإن غاب، هنا المشكلة، حتى وإن غاب القمر بعد غروب الشمس وقال علم الفلك أن هذه الرؤية غير ممكنة، ترد في سلطنة عمان. لا يكتفى، يعني بالمناسبة ليس فخر عظيم اليوم أنه لم يعلن أحد أنه غدا هو أول أيام شوال. يعني أين الفخر بأننا لم نرى هلال غاب قبل الشمس بنصف ساعة؟ يعني ليس إنجاز عظيم أن السبت لم تعلن أي دولة حتى الآن، وأعتقد لن تعلن أي دولة. مش هنا الإنجاز. الإنجاز أن نبدأ الشهر أصلا من البداية برؤية صحيحة، إن اعتمدنا الرؤية شرطا لبدء الشهر. ربما هناك فقهاء رأيهم غير ذلك، ولكن إن اعتمدنا الرأي الفقهي القائل بضرورة رؤية الهلال لبدء الشهر، إذن فلنبدأ الشهر بناء على رؤية صحيحة. أما أن اليوم نحن فخورين أننا لم نعلن أن غدا وأن هناك توافق ويبدو انسجام بين الفقهاء والفلكيين اليوم، هذا هو الشاذ. للأسف معظم الأحيان للأسف هناك خلاف، يعني وبداية رمضان يعني ليست إلا أدل على ذلك الخلاف يعني.